مساء الخير، أنا المرشدة السياحية والنهاردة قصة فيلم نادر جدا. وفيلمنا النهاردة فيلمنا النهاردة خيال امرأة، من مفقودات السينما المصرية. تاريخ العرض 17 ديسمبر 1948. مدة عرض الفيلم 105 دقيقة. عمر الفيلم 76 سنة. من إخراج وتأليف حسن رضا. أما عن طاقم العمل فهو من بطولة كاميليا، كمال الشناوي، إسماعيل ياسين، فريد شوقي، زوزو شكيب، وستيفان روستي. أما عن قصة الفيلم فبتدور حوالين مطربة بسيطة بتحب كمال الشناوي وبتتعرف على فريد شوقي. فريد شوقي بياخدها معاه، بيعرفها على بقية المنتجين علشان وهمها يعني ان هو هيشهرها ويطلعها في السينما ويخليها نجمة كبيرة وفنانة كبيرة وكده يعني. في أحد المرات وهم قاعدين قتل واحد. أيوة زي ما سمعت كده، قتل واحد ووهمها إن هي اللي قتلته. إزاي؟ لأن هي كانت بتصدق أي حاجة، فوهمها إن هي اللي مسكت المسدس وإن هي اللي قتلته. واحد يتكلم معاها شوية كتار لحد ما صدقت، ودخل عليها السيناريو وكل حاجة عايزة تعملها يفضل يذلها بالموقف ده ويقول لها فاكرة اللي حصل، فتروح عاملة بالظبط. علمها حاجات كتير قوي، علمها ازاي تنصب معاه على الناس، وعلمها حاجات كتير لدرجة ان هي كانت بتعيط طول الليل والدموع بسبب اللي حصل، وكانت خايفة قوي من اللي هي عملته لان هي افتكرت ان هي اللي قتلت الراجل. هي كانت بتحب كمال الشناوي جدا، واسماعيل ياسين كان صاحب كمال الشناوي. وبتدور الأحداث بعد كده في اتجاه كوميدي، لأن إسماعيل ياسين بيحاول يخلصها من اللي هي فيه لكن ما بيعرفش، وكمال الشناوي حب إن هو يتجوزها. وأول ما وافقت فريد شوقي رفض وقال لها لو اتجوزتيه هروح أبلغ عنك، والمسدس اللي انت قتلتي بيه الراجل معايا. ودارت حكاية وسيناريو وهكذا. كمال الشناوي عايز يعرف ايه السر ان هي بعد ما وافقت رفضته تاني. قعد يدور وراها ويدعبس لحد ما اكتشف وهو ماشي وراها ان فريد شوقي هو السبب في ده كله. في الاول افتكرها ان هي اللي فعلا اللي قتلت، وبعد ما قعد يدعبس وراه اكتشف بالصدفة ان فريد شوقي على علاقة مع رقاصة، وان الرقاصة دي السبب في كل حاجة او شريكته التانية، وهي اللي خلته يعمل كده في كاميليا لان هي عارفة نقطة ضعفها ان هي بتنسى وخيالها واسع وبتصدق اي كلمة يتقال لها. فحاول يخلص الموضوع في ثانيتين وجاب البوليس وخباه، وخلى فريد شوقي يعترف باللي هو عمله كله قدامه، لان هو قعد يحرق في دمه بقى ويتكلموا مع بعض في مشهد قوي جدا. والبوليس راح خرج من الستارة وقبضوا على فريد شوقي. وفي نهاية الفيلم كمال الشناوي وكاميليا اتجوزوا بعض وانتهى الفيلم نهاية سعيدة. شكرا جدا.